إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي اجتباه، هدى ورحمة للعالمين أرسله للعالم بشيرا ونذيرا، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم وأحذركم من مخالفة أمره ونهيه، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فنرى في هذه الأيام أن العقوق للآباء والأمهات قد طفى على السطح، وصارت الأساس في العلاقة بين الوالد أو الوالدة والولد ذكرا كان أو أنثى هي العقوق وعدم البر وعدم الاعتراف بالجميل. والسبب في ذلك أيها الإخوة الرئيس يعود إلى الآباء والأمهات أنفسهم. إن تأملنا العلاقة الراهنة بين كثير منا كآباء وكأمهات وبين أبنائنا هي محصورة في تلبية الرغبات والشهوات. كلما طلب هذا الولد أو هذه البنت شيء، أشعر أنه يجب علي أن أنفذ هذه الرغبة وأن أحضر هذا الشيء لهذا الولد ولهذه البنت. وصار مقياس حب هذا الولد لي وحبي له يبنى على هذه العلاقة. فأنا عندما أحضر لابني أكثر أشياء ممكنة فأنا أعبر عن حبي له، وهو يشعر أنني كلما أحضرت له هو يحبني أكثر، وكأن العلاقة علاقة مصلحة وتبادل منافع. هذا ما نزرعه في قلوب أبنائنا، حتى لا يشعر هذا الولد والله أنه أقل من غيره، ما عندوش نقص، إحنا انحرمنا، حرام ينحرم. أنا طول عمري قضيتها من غير بلاي ستيشن، خلنا أجيب له بلاي ستيشن. أنا عمره ما كان عندي جوال، خليني أجيب له جوال، إلى آخره. فما بده يشعر، شوف أصحابه، شوف الناس، شوف الدنيا تغيرت. طيب بعدين تبرمج العلاقة بينك وبين هذا الولد بهذا الأساس. ماذا ينتج عنه؟ في الطرفين، في طرف الآباء والأمهات يضطر الوالد والوالدة أن يعمل ليل نهار من أجل تسديد فاتورة الحب بينه وبين هذا الولد وهذه البنت، لأن هذه الرغبات ليست رخيصة وليست بالمجان، تحتاج إلى جهد. فيخرج الوالد من وظيفة إلى وظيفة، أو يأخذ دواما إضافيا يقضي فيه النهار بطوله مع شيء من المساء وهو يعمل. والأم كذلك، تحول الوالد إلى صراف آلي فقط، بدنا مصاري تفضل، بدنا مصاري تفضل، صراف آلي، لا يوجد علاقة، لا بيشوف الأولاد ولا بيشوف البنات ولا بقعد معهم. ماذا انعكس على هذا الولد؟ يظن الولد الآن، والعلاقة هذه بينه وبين الوالد والوالدة، أنه يستحق كل شيء، لا لشيء إلا لأنه هو لذاته، هو بيستحق. مش أنا ابنك خلص، أنا لأني ابنك فأنا لذاتي أستحق كل شيء. إيش بيعمل مع هذا الولد؟ بيصير إنسان أناني، إنسان عنده أثرة، إنسان بحب نفسه. يعني أبوه ليس له عذر، يجب أن يعمل هو وأمه ليل نهار حتى تلبى هذه الرغبات. أبوه بتعب، أبوه بمرض، أبوه بموت، مش مهم. المهم أن رغباتي هي التي تتحقق وأن شهواتي أقضيها. هذا الأمر جعل جفاء كبير بين الآباء والأمهات وبين الأبناء. ما صار في علاقة سوية وعلاقة صحيحة بين الوالد وولده والأم وبنتها. لذلك سنجد هذا الولد عاق قاسي، لا يوجد عنده أي رحمة تجاه هذا الأب أو تجاه
هذه الأم. وعندما يكبر معه هذا الإحساس وهذا الشعور، فيزداد العقوق في قلبه، ويصبح الأساس في التعامل هو العقوق. من الذي حمله إلى هذه الطريق؟ نحن بسوء تربيتنا. هذه هي الحقيقة. عندما لا أجد وقت أجلس مع ابني أتحدث معه، أعرف ما هي مشكلاته، أعرف ما هي رغباته، ما هي شهواته، ما هي تطلعاته، من هم أصحابه، ما هي أفكاره. كثير من الأولاد ألحدوا بسبب أصحابهم وأنت غائب، بتجيب مصاري وبتحوش. كثير من الأولاد انحرفوا، أنت بتدفع الفلوس اللي بتتعب فيها بروح بشم فيها مخدرات. ليش؟ لأنه حضرتك غايب، حضرتك غير موجود. تظن السعادة أني أدفع فلوس، ليست هذه هي السعادة. السعادة أن تربي ولدك. الأب الصالح، افهموا هذا الكلام، الأب الصالح ليس الذي يحقق كل رغبات ولده، هذا ليس والدا صالحا. الأب الصالح هو الذي يحسن تربية أولاده. مهمتك الأساس كأب ومهمتها الأساس كأم هي أن نربي هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا، مش نقضي رغباتهم ونحقق شهواتهم. ليست هذه هي المهمة. المهمة أن نحسن تربية الأولاد وتربية البنات. عندما يصبح هذا الإنسان أناني ويصبح إنسان عاق، كيف سيكون في المجتمع؟ مشان هيك إخواننا لما نمشي ما بنقدر نحكي مع هذا الولد بكرة ما يصير شاب. إحنا في المجتمع شايف حاله على الكل، ما بيعبرش حد، لا بيعطيك أولوية الطريق ولا بيعطيك احترام، لا بيحترم جار ولا بيحترم عم. ليش؟ صار عنده أنانية كبرت مع سنه. كلما كبر في السن تكبر هذه الأنانية وأنت تغذيها كوالد بسبب سوء التربية. لا عنده احترام لأحد ولا عنده تقدير لأحد ولا عنده شعور بأحد. طب ما الحل؟ ما الذي ينبغي أن نفعله حتى نصحح هذه الأوضاع؟ سواء كنا آباء أو حتى من تجاوز هذا السن ممكن أن ينصح الآخرين. الأمر الأول، النبي عليه الصلاة والسلام بنى العلاقة بين الوالد وولده على الرحمة. لابد يكون هنالك رحمة. إيش معنى رحمة؟ يعني مشاعر متبادلة، تحس في الولد ويحس فيك. إن ما شعر الولد بهذا سيلجأ إلى غيرك حتى يملأ هذا الفراغ. في قاعدة في العلوم درسونا إياها زمان: الطبيعة لا تقبل الفراغ. الطبيعة لا تقبل الفراغ. أي شيء بصير فيه فراغ بده يحل شيء إيش؟ مكانه فورا. لما هذا الولد ما في حدا يوجهه، في ناس برا حتوجهه. ما في حدا يرعاه، في ناس برا حترعاه. ما في حدا يزرع فكر صحيح في رأسه، في ناس برا حتزرع الفكر الصحيح. ما في حدا يحن عليه ويشعر بالانتماء إليه، سيجد في الخارج من يشعر بهذا معه. وهذا الخارج أنت وحظك. ممكن يكون تجار مخدرات، ممكن الناس يعلموا شرب المسكرات، ممكن يكون ناس إرهابيين ومتطرفين. أنت وحظك وين يروح الله أعلم، لكن أنت من سمحت له بذلك، فأنت الجاني الأول. العلاقة ينبغي أن تنبني أولا على الحب والعاطفة. إن أنت ما أعطيت ابنك حب وعاطفة، مين يعطيه؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. طيب شو سبب هذا الحديث؟ دخل الأقرع ابن حابس وهو من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن. الحسن ابن بنته وله نسبة إلى رسول الله، فيقال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبله. كم منا لا يقبل أولاده يا أخوان؟ متى آخر مرة قبلت ابنك ومتى آخر مرة قبلت بنتك؟ هذا واجب تربوي عليك، إنك تحتضن هذا الولد، تحضن هذه البنت، تقبلهم. هذا إشعار بالمحبة، مش خذ 10 دنانير محبة، لا، إنك تحضنه وتقبله. هذا إشعار حقيقي بالمحبة وتبادل المشاعر، ومقصر فيه كثيرا. وجدوا يقبل، فقال الأقرع بن حابس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتقبله؟ لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدهم قط. 10 ولا مرة بست واحد. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية للحاكم: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. شو بدي أسوي لك إذا الله مش حاط الرحمة بقلبك؟ لذلك هذا الأمر مهم في التربية، قضية التعبير الشعوري الحقيقي للأولاد بالمحبة وبالرحمة وبالعطف، أنك تحتضنه وأنك تقبله وأنك تجلس معه وأنك تلاعبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلاعب الحسن والحسين عليهما السلام.
كان يجلسان على ظهره وهو يصلي فلا يرتفع حتى ينزل أحدهما. بلاعبه، مش خربت صلاتنا ويصير يسب ويبهدل ويضرب، لا، كان يبقى ساجدا حتى ينزل أحدهما. حتى في صلاة الجماعة وهو يؤم الناس دخل عليه الحسن أو الحسين عليهما السلام، شك الراوي فجلس على ظهره، فظن الناس أنه في مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، طول سجوده، فقام أحد الصحابة فنظر بده يشوف شو فيه، ليش النبي طول، ورجع سجد. بعد ما أنهى الصلاة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش مالك، ليش هيك عملت؟ قال: إن ولدي اعتلى ظهري وكرهت أن أعجله، ما حبيتش أرفع هيك واستعجل الأمر يمكن يوقع يصير له إشي، لا، خليته تشبع ونزل وقضى نهمته وخرج. لاحظ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأولاد، شعور بالرحمة، شعور بالأحاسيس بهذا الولد أنه ممكن يؤذى، ممكن ينجرح مشاعره، يصير يكره الصلاة بعدين لما أنت بتضربه، يصير يكره الصلاة لأنه هي سبب في ضربه. لكن كيف يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد؟ الأمر الثاني أن نعلم أولادنا القيم والأخلاق. ما في شيء اسمه ولد صغير وبعده صغير، أول طلعته خليه بعدين، هذا سوء تربية. الولد وهو صغير يعلم على الحلال والحرام، هذا حلال هذا حرام، هذا بيجوز هذا ما بيجوز، هذا عيب هذا ما بيصير. منظومة الإسلام التي نعلمها الأولاد هي منظومة الحلال والحرام. منظومة العرف والعادة والتقاليد المجتمعية هي بيجوز وما بيجوز وعيب وما بيصير. هاي كله لازم يتعلموا الولد. ما في إنه والله مثلا رفع صوته في وجه عم أو خالة إني أنا أطنشه يلا ما هو صغير، لا، ما في صغير، يجب أن ينبه وأن يعلم وأن يذكر. ليس طريق الضرب يعني كما يفهم البعض، لا، لكن بدي أعلمه أنه هذا غلط وما بصير. فإن كرر السلوك مرة ومرتين أعاقبه. وكيف أعاقبه؟ ليس العقوبة الضرب، العقوبة أن أحرم هذا الإنسان مما يحب. والله مثلا بيأخذ مصروف كل يوم، بمنع يوم من المصروف، هاي عقوبة من أجل فعلك الفلاني. طب إن أنت حضرتك ما علمت القيم والأخلاق والأمة علمت القيم والأخلاق، من الذي يعلمها؟ بل أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أكثر من ذلك. عندما قال: كان على دابته فوجد ابن عباس فحمله على الدابة، وقال ابن عباس: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات لو أردنا أن نشرحها لاحتاجت إلى مجلد. احفظ الله يحفظك، احفظ، كلام كبير حتى الكبار لا يفهمون، مع ذلك يوجه إلى ابن عباس، يعلم هذا الطفل هذه الكلمات. إن لم يفهمها الآن سيفهمها لاحقا، لكن لابد أن أزرع القيم والأخلاق في هذا الولد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها ل10. طبعا ضرب غير مبرح أكيد، لكن ليش؟ حتى أزرع القيم الدينية في هذا الولد، حتى يعتاد. ابن السابعة صغير، من السهولة أن يعتاد على الأخلاق وأن يعتاد على القيم وأن يعتاد على الشرائع، أنه في إشي بيصير وإشي ما بيصير، إشي بيجوز وإشي ما بيجوز. لذلك إحنا الخطأ الذي نقع فيه لا نعلم الأولاد هذه القيم إلا في سن كبيرة. لما يصير عمره 15 سنة يلا يا بصلي، ما بردش عليه، يلا يا بنت تحجبي، ما بتردش عليها. ما أنت حضرتك اللي نايم طول الفترة، كان من أول. لو فعلت هذا من الأول ثم لم يفلح الأمر عداك العيب. التربية على الوالد والهداية على الله. أنت عملت اللي عليك والباقي على الله. لكن أنه أنت تقصر حتى يصبح شابا كبيرا أو تصبح فتاة كبيرة ثم تبدأ بالتعليم القيم والأخلاق، فقد فات الفوت. قد ينفع التهذيب والإصلاح في عهد الصغر، قد ينفع، ممكن ما ينفعش، لكن أد اللي عليك. يعني كالمريض يدخل العملية، هل نحن نوقن بالشفاء؟ لا نوقن بالشفاء، لكن هذا الواجب يجب أن نفعله. بده يدخل عملية حيدخل عاد، شفاه الله الحمد لله، لم يشفه الله، ريح الضمير أمام نفسي إن أنا عملت اللي علي. الأمر الثالث، ينبغي، هاي اسمعوها جيدا، ينبغي أن تقول للطفل لا. بدك تعلم تقول لا، مش كل إشي بطلبه حاضر وبجيب، حتى لو معك، حتى لو أنت ميسور بده يسمع كلمة لا. ليش؟ لأنك تعلم قاعدة من قواعد الحياة: الحياة لا تعطيك كل ما ترغب فيه.
هذه قاعدة لازم يتعلمها. هو أنت بتعلمه العكس، كل شيء بده إياه تفضل، كل شيء بده إياه تفضل، سيصبح أنانيا إلى درجة أنه ممكن يصير مجرم هذا الإنسان ليحقق رغباته. لا، بده يتعلم أنه سنة الكون أنه مش كل شيء بدك إياه بتحصل عليه. وإحنا حتى كآباء كل شيء بدنا إياه بيحصل عليه، أمهات كل شيء بدها إياه تحصل عليه. لا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، مش كل شيء بدنا إياه بيصير. فهذا بدي أعلمه لابني، حتى لو كنت قادر على إحضار أمور معينة له لازم تقول له في يوم من الأيام لا، لازم يسمع هذه الكلمة. ثانيا أو رابعا، لا تعطي شيئا بالمجان، فيش إشي ببلاش. حتى لو كنت قادر وعندك أموال، مثلا طلب هذا الولد شيء، مش معناته أروح أركض أجيب له إياه. ولو قادر، نعم ولو قادر، كلفه بعمل، كلفه بشيء، قل له يلا اليوم نظف لنا هالبيت، غسل لنا هالسيارة، نظف لنا حوض الزريعة، اسقي الزرعات، علمه شيء. شو بتستفيد؟ طيب ليش أعمل هيك؟ طب ما أنا قادر بجيب له إياها وخلصنا. نعم أنت قادر، لكن أنت بذلك تعلمه الأنانية. بدك تعلمه الأخلاق الصح، لا، بتكلفه بعمل. ليه؟ أولا لتعلمه قاعدة من قواعد الحياة، لا يوجد شيء في الدنيا بالمجان، فيش إشي ببلاش بهذه الدنيا، يجب أن تعطي حتى تأخذ. بتصير تبني العلاقة صح مع هذا الولد، بدك تأخذ حاضر، لكن لا، ينبغي أن تعطي. ثانيا تشعر بوجوده وكيانه في هذه الأسرة، أنت جزء من هذه الأسرة. الزرع مش بس علي أنا أروح أنكش وأجنب وأسقي وأرش، طب وأنت حضرتك شو بتعمل؟ لذلك كثير من الآباء تعرفوا بس يكبر وبصير يتقاعس عن هذه الأعمال بسبب السن والصحة، لا يجد الولد يفعل شيء. إن ما قطف الأب الزيتون الولد بظل قاعد، إن الأب ما جنب الولد بظل قاعد، إن الأب ما مارس العمل بنفسه الولد بظل قاعد. ما أنت اللي علمته، أنت اللي دربته من الأول على هيك، إنه كل شيء أنت بتقوم فيه. لا، ليس كل شيء أنا أقوم فيه. والأم كذلك، البنت وهي صغيرة، نعم قومي اجري، ساعد أمك في الجلي، ساعد أمك في الغسيل، ساعد أمك مسح الطاولات، ساعد أمك بالكناسة، ساعدي. ما هي بكرة بدها تصير ست بيت، يعني هاي فائدة ثالثة. وهذا الرجل بده يصير له بيت، طب ما يعرفش يعمل إشي في البيت، ما يعرفش يصلح حاجة. وهذه البنت لا تعرف تجلي ولا تعرف تطبخ ولا تعرف تكنس ولا تعرف تمسح ولا تعرف تغير لولد. من الذي سيعلمها؟ وهذا دورك، انت بتعلمه الانتماء وبتعلمه واجبات الحياة المستقبلية، انه هذا دورك اللي حتقومي فيه وهذا دورك اللي حتقوم فيه. انا قاعد اعلمك اياه من الان. لاحظ كيف هذا الفعل البسيط وانا قادر على تنفيذه الولد، كم من المكاسب اخذ مقابل هذا الطلب. فأنت اجعل هذه الطلبات مش نقمة علي إني بدي أشتغل ليل نهار حتى أحققها، لا، اجعلها مكسبا لك كي تربي هذا الولد. والحديث حول هذا الموضوع يطول، لكن أحببت أن أعطي إضاءات بسيطة كي نتبعها ونحسن تربية أبنائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.